يا أخي تأخروا علينا، بضني قاهي تقرقر، هذه جملة يعرفوها اليمنيين. اليوم بنجرب الأكل اليمني، خليكم معانا نعرفكم عن ثقافة الأكل اليمني وبالزي اليمني. والحين بيروح الجوع. هاي الأطباق اليمنية وهذا الرشوش اليمني، الخبز اليمني، شوفوا ما شاء الله. وهذا الصنف هو يقولوا له الزربيان العدني. الزربيان العدني والثقافة اليمنية لازم يستأكل باليد ما شاء الله. طبعا شوف هي زربيان بالدجاج طبعا، فالزربيان دائما يجي لازم تسوي معاها الروب. احنا بنسوي الروب بدون ملعقة. اوكي شوية روب وشوية ليمون وبسم الله نجرب الزربيان العدني. طعم صراحة رهيب لا يفوتكم. وهاي باليمني الفحسة باللحم، الله مع الحلبة. خلينا احنا نجربها. شوف صوت الخبز. الأكل صراحة لذيذ بس من المنظر كيف لو ذقت. اوكي نقول بسم الله بعد. صراحة رهيب جدا. وهنا نجي إلى الدقة. هي الدقة اليمنية، يعني هو اللحم، لحم صغار. الأكل اليمني متعب. يشتيله بس فضاوة بس ما تمل منه. بيرفكت. وهي اللحسة، وهي بعد اللحم صغار. وهذا المرق اليمني. أهل الإب وينكم؟ ما شاء الله. هذه لحمة البرمة طبعا. المنظر شهي كيف لو أكلنا. شوفوا ما شاء الله، شوف اللحم كيف ناضج. وهذه بنت الصحن. في صنعاء لازم تجرب بنت الصحن بعد الأكل. وهاي العسل لازم تكون معاها العسل. شوف معاي. اوكي واو. شوف رهيبة. وبنت الصحن لازم يكون معها الشاي العدني. على فكرة في اليمن كل منطقة أو كل محافظة لها عاداتها وتقاليدها، وكل منطقة لها صنفها الخاص. فالأكل اليمني أكل كثير ومتنوع، فهذا صنف بسيط من الأكل اليمني. فبعض الأصناف ما قدرنا ننزلها وما نقدر ناكلها أصلا. فالأكل اليمني الأصلي هو يكون في الريف وفي اليمن نفسه، يعني من طبخ البيت أو طبخ اليد. وبعد الأكل التهامي لا يفوتكم الكبن بشكل عام. كل ريف، كل منطقة في اليمن أو ريف اليمن فالأكل يختلف. فهذه نبذة بسيطة عن الأكل اليمني. الأكل اليمني دائما متميز ورائع. وهنا خلصنا، وأنصح أي شخص مو يمني لازم يجرب الأكل اليمني، بيعجبك.